الانشطه اللي بنعملها دي كلها هي انشطه مسابقات، لكن الهدف منها تربوي عالي. انا مشكلتي عشان انا في هندسه الحته التربويه دي انا بعيد عنها، ويبقى يعني ايه ممكن اكون بنفذها في الشغل، لكن مش مدرك ازاي اصيغها بصيغه ايه اللي هو عايزها يعني. فهو انا كنت الان بقى من دخولهم ان هو ينزل في الايه التربويه. اظن انت حضرتك حصه معايا مره درس تعليمي، ممكن اكون انا لعبت حاجه بس مش عارف الصياغه التربويه مظبوطه ازاي اقولها يعني، او انت تبعت يعني الصياغه التربويه ازاي. فدي برضه حته مهمه اللي هي السمه اللي هو التربوي وعرض طريق السمه اللي هو ايه ممكن يكون بينفذ بس مش عارف ازاي ايه الصياغه التربويه دي. فدي برضه محتاجه هو ده الولد بعد ما خلص الكلام ده انا بقول تبع التوجيه بتاعي أنا الطريقة اللي نفس السؤال ده انا منشور المهاره العلميه دي انا مهاره يعني المصطلحات العلميه دي مش حافظها، فممكن ايه يعني تهرب المفهوم هنا يعني طلع بتابع كل المنشأ بحاول فكر العين كل المهاره انا حافظ بقى انا ممكن كل نبهها مش عارفين نصيغ. انا قلت له اسلوب المنشأ بحاول فكر العين، قلت له افضل شيء كان عندنا النهارده الصبح دمج التحكم قبل ما اخش فيه، قلت له مثلا مشروع مثلا من الجهاز وليه بقى المساله دي هتكون يعني الاشكال ازاي التحكم فيه، وهي البيت كده البخاري اشتغل قلت له بعد ما مش هو فيه